قبل بدء الفيديو صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتصلكم المزيد من فيديوهاتنا لمواعيد المباريات القادمة. يخوض منتخب المغرب مباراة واحدة فقط خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، حيث يحل المنتخب المغربي ضيوفاً على تنزانيا في عاصمتها دار السلام في 21 نوفمبر الجاري، حيث لن يلعب منتخب المغرب في 16 نوفمبر الجاري بعد أن ألغيت المواجهة ضد إريتريا التي أعلنت عدم استعدادها للمشاركة في تصفيات كأس العالم. وينافس المغرب في المجموعة الخامسة من تصفيات القارة السمراء إلى جانب كل من منتخبات زامبيا وجمهورية الكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا المنسحبة. شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة